للا فاطمة. مبدئيا نبغيو نعرفوا شنو قصة مسلسل على غفلة. الوغ على غفلة هو مسلسل درامي اجتماعي لصالح القناة الأولى. المسلسل يتحدث على واحد البنت طالبة في شعبة الطب، يعني في نهاية الأطوار ديال الدراسة ديالها، في البداية ديال باش توجد ان كارير بريونت ديالها، تتخلى على كل شيء لسبب بسيط، أن الأم ديالها تتوقع في واحد المشكل كبير وتتمزج بها في السجن، وتجي هي من تترك الدراسه ديالها وتترك لاكارير ديالها وتجي باش توقف مع خوتها وتعاونهم، وتتفاجئ راسها داخله في واحد الدوامه كبيره ديال الاخوه ديالها ومشاكلهم، وديال واحد الصراع كبير جدا بين مجموعه ديال الافراد ديال واحد العائله، ديال واحد الاختيارات قويين خصهم يتعطاو لها انها تقرر فيهم واحد الطريق دون طريق اخرى، او تختار واحد القرار دون قرار اخر، شيء ياثر على حياتها وغادي ياثر حتى على علاقتها مع الاخوه ديالها. شكون الممثلين المشاركين في المسلسل؟ كيف ما شفتوا كاين الوزرهان، كاين كمال كاظمي، كاين مراد الزاوي، كاين اسامه بسطاوي، ربيع القاطي، فاطمه زهره بن ناصر، مريم الزعيمي، منير كيمال، كاين بزاف ديال لي جون، غيتا براده، ياسين، كاين اللي لعب الدور ديال اسماعيل، الدور ديال الياس، وليدات جدادين، كاين باش ما ننساش كلشي، كاين مجموعه ديال الناس اللي مشاركين في العمل، نفيسه بن شهيده انا تنتفكر المراه. دونك هو العمل كبير بزاف، فيه تقريبا شي 3 ديال لي زونيفير ولا 4 3 ديال العائلات والصراعات اللي دايره بيناتهم. كيفاش كيحاول المخرج يمزج ما بين يعني الوجوه اللي معروفه والوجوه الجديده؟ هو اول شيء هو الادوار كيفاش مكتوبين، يعني الادوار هما بعض المرات يفرضوا راسهم كيفاش الممثل خصو يكون، ولكن تتحاول ما امكن انك في الكتابه ديال السيناريو تكون جالس على السيناريو انه ملي تنهضروا على اعمال اجتماعيه، بويسك حنا دابا باقيين في اطار تنديروا اعمال اجتماعيه، دونك الاعمال الاجتماعيه تكون في اسرات، تكون في عائلات، تكون فيها مختلف ديال الاجيال، مختلف ديال الطبقات، دونك تتحاول ما امكن انك الاسره تكون ممثله كلها في هذا العمل هذا، دونك تلقى راسك انك تجيب اجيال مختلفه اللي يأديو، وبطبيعه الحال يعني تنختار لا انا ولا في الشركه المنتجه ولا القناه اننا يكونوا الرواد بحال هذا العمل، فيه ميلود الحبشي، فيه مجموعه ديال السميات، ويكونوا نجوم كبار بيان سور، ويكونوا وجوه جديده. دونك هذا الميلونج، هذا الخليط هذا هو اللي تيخلق اولا شي حاجه جديده للمشاهد، تعطي واحد النفس كبير للعمل، وتعطي واحد يعني نوعا ما تضمن انه من ناحيه الكاستينغ، من ناحيه الاداء، من ناحيه الشخصيات، غيكون واحد الصدق كبير في الاداء، غيكون الجمهور غيتقبل وغادي يشوف حاجه جديده اللي ما شافهاش من قبل. شنو الاساليب ولا الطرق اللي كتخلي المخرج وفريق العمل انه يحاول ما يوقعش في النمطيه؟ ملي تبغي نكتب واحد الشخصيه ما تكونش شخصيه تشبه الشخصيه شافها المشاهد قبل في شي عمل قريب، يعني يلاه تبت، تحاول ما امكن تكون شخصيه مختلفه، تحاول تجيبها مشابهه كثير للواقع، لانه كيف ما تنقول ديما القصص تتشابه ولكن الشخصيات اللي ما تتشابهش، فهمتيني؟ القصه اي قصه في الدنيا شفناها نلقاوها مذكوره في عمل اخر، مذكوره في عمل، القصص كلها كاينه، فهمتيني؟ وتشابه القصص كاين في الواقع، ما كاينش شي قصه نخترقوها من الفراغ، ولكن الشخصيات هي التي لا تتشابه، ما عمر الشخصيه تشبه الشخصيه، الشخصيات هما الشخصيه بغي نقولوا هما البصمات، هما الابهام، يعني ما عمر شخصيه تلقى تشبه شخصيه، نقدر نجيب نفس القصه ولكن شخصيه اختلفوا، دونك تحاول ما امكن تشتغل على الشخصيات اكثر وديرهم مختلفين، وتحاول تنجح في التفكير شكون اللي يؤدي هذيك الشخصيه. تنظن هذا هو اللي تيخلق الاختلاف. واش بصح الكاستينغ كيكون فيه الترافيك؟ مش من ناحيه مثلا الترافيك، من ناحيه ديال اختيار الممثلين، ما عرفتش الكلمه، خصوصا يعني الوجوه الجديده. شوف ما عرفتش الكلمه واش مناسبه، ولكن تنظن الى درنا الكاستينغ بالمقلوب، يعني خدينا الممثل وقلبنا على دور، هذا تنظن خطا، اعتقد خطا. من درنا الدور هو اللي قلبنا على الممثل، هذا هو الصواب. يعني متى تجيب دور وتدرسو تشوف شكون من الممثلين اللي تيناسبوه. بارفو تكون داير في بالك انك باغي تشتغل واحد الممثل معين، ولكن تدير الدور تلقى لا، اللي غيكون اكثر في هذاك الدور هو ممثل اخر اللي انت ما فكرتيش كاع فيه. في هذه الحاله
تلتزم بالمنطق وتلتزم بهذا وديرو. بالنسبه للوجوه الجديده تيدير كاستينغ، شوف الكاستينغ ولا تيحدد، تجيب الناس دير لهم كاستينغ او تشوفهم يشتغلوا اعمال اخرى، تشوف واش تيناسبوا هذاك الدور وتجي وتعاونهم وتوقف معاهم حتى تلقاهم تيناسبوا. تعتمد على الشكل بزاف، تعتمد على الاحساس اللي عندك السيد، على واش لاغ ديال ديك الغول واش تيقرب له ولا لا. يعني ممثلين كبار ومعروفين راك عارف الاداء ديالهم، دوك تبقى واش هذا الدور عايزين شي حاجه جديده، واش يناسبهم اللي عطينا لهم يغيروا، ماشي مثل كما كانوا قبل. يعني ماشي واحد اشتغل انه الطبيب غنجيبو ديما اشتغل، لا غنشوف واحد اخر واش يناسب هذاك الدور، واش يخرج منه حاجه جديده. والوجوه الجديده تقلب على كاستينغ باي طرق ان تجيب ناس اللي يقدروا يعطيو نفس جديد لهذاك الوجه وينسجموا مع الممثلين الاخرين، هذا هو المهم. كيفاش كيتعامل المخرج مع الممثلين اللي ما قارينش التمثيل، مثلا المؤثرين؟ هو متى تجيب واحد السيد تشوف واش عنده موهبه، واش عنده ذكاء في الاداء، واش عنده واحد الطريقه ديال التجاوب مع النص. دونك سواء كان قاري او ما قاريش او عنده هذا، تيبقى هذاك السيد شنو الامكانيات ديالو. انا نقول اي ممثل في الدنيا خصو يكون قاري التمثيل، خصو يكون عنده تجربه مهمه باش ديك القرايه ديالو ما تبقاش غير نظريه، خصو عنده الموهبه باش يقدر يتاقلم مع الدور ويعطينا الجديد. دونك ما كانوش هاد الثلاثه صعيب. دونك اذا عنده موهبه خصك تشتغل معاه لانه ما دارسش. الانسان اللي دارس خصك تشتغل معاه لانه عنده تجربه. الانسان عنده تجربه خصك تشتغل معاه وتجبد الموهبه اللي عنده. دونك هاد الثلاثه لي زيليمون تخدم معاهم في اي وجه كان، ماشي حتى الممثل الجد حتى الممثل القدم، اي واحد خصك تشتغل معاه في هذا الجانب هذا. وخصو يكون واحد ثلاثه ديال الاضلاع تيخدم بهم، انا كما قلت الموهبه والتجربه والدراسه. دونك هادو ثلاث الحوايج خصو يشتغل بهم الانسان باش يقدر يعطيك حاجه قويه. علاش الممثلين اغلبهم كيرفضوا يعني تعاون المخرج مع المؤثرين؟ واش يعني كيخافوا انه ذاك المؤثر يخطف منهم الادوار؟ لا ما تنظنش انا عمري ما شي ممثل قالك لا ما تشتغلش مع هذا واشتغل مع هذا، ما تنظنش. التصريحات والكتابات والتعليقات في الفيسبوك داك الشيء شيء والواقع شيء اخر. الممثل تيبغي يشتغل مع ممثل اخر اللي تتجاوب معاه وتعطيه تيخدم معاه ويعطي واحد البرودوي جميل جدا، لان هذا المجال هذا ديال التمثيل ماشي سهل وماشي اي واحد يديرو، ما عنده حتى علاقه هذا كيفاش دير الامكانيات الشخصيه ديال كل واحد، وهذوك الامكانيات خصو يكون واثق لهم سواء بالدراسه سواء بالموهبه سواء بالتجربه، خصو يكون واثق لهم. دونك اي واحد ملي تيجي تيبغي هذاك اللي معاه يعطيه، يقدر يكون ممثل وما يعطيهش ويقدر يكون. دونك انت ديجا ملي تجيب ممثل ويثق فيك خصك تجيب له الناس في المستوى باش تشتغل معاهم، فهمتيني. ما عمرش انا شخصيا عمري ما شفت ممثل قال لا انا ما اشتغلش هذا وما اشتغلش، سينو ما مجال هو مجال تكاملي تنتكامل مع بعضياتنا، فهمتيني. راه ما كاينش غير الممثلين، راه ماشي الممثلين بوحدهم اللي تيبانوا في الواجهه، راه حتى اللي عندك تكنيسيان ما مأهلش ما واش راه تمشي البروجي عوج، فهمتيني. دونك هو الممثل اللي يجي هذاك اللي يلعب معاه وهذاك اللي يكتب له النص وهذاك اللي غادي يلبسوا الحوايج وهذاك اللي غادي يعطيه لاكسيسور باش يخدم وهذاك اللي يتبع معاه لا كونتينيتي ديال ليستوار وهذاك يتبع معاه لي راكور، هذا كلهم متكامل باش هذاك الممثل تعطي هذاك البروجي تيخرج على احسن وجه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.